سنتي بقى 20. النهارده هنبدا في شكل البنطلون الكلاسيك. اول خطوه بنعملها ان احنا بنقيس الطول الكلي للبنطلون زائد 2 سم. يعني احط المازوره هنا كده واقيس الطول زائد 2. عندي الطول زائد 2 طول 98 والثانيه 2 سم، يبقى طول البنطلون 100. لو انا حابه ان هي تكون التانية عريضه شويه ممكن ان انا اعمل 102. تمام. يبقى كده خدنا طول البنطلون المطلوب، وبعدين بنجيب المسطره المستقيمه ونرسم خط كده. يبقى انا كده خدت الطول زائد الادوار الثانيه اللي انا عايزاها. انا عايزه الثانيه بسيطه ولا ثانيه عريضه. بعد كده هاخد الزياده. طبعا احنا متعودين كل الموديلات ان احنا بنقص الحاجه واخر حاجه الزياده. هنا في البنطلون بتاخد الزياده اول حاجه ناحيه المفتوح. القماش مطبق طبقتين ناحيه المفتوح عليا. خدت 5 سم كده ورحت خدت ايه؟ علامه. يبقى 5 سم اللي انا واخداها دي زياده. تمام. طول الجنب بتاع البنطلون 20 سم زي ما كنت بنزل في الجيبه الصح واحنا بنرسمها. طول الجنب 20. يبقى انا نزلت من هنا لهنا 20 وبرسم بالمسطره الريجه خط الجنب بشكل منحني كده. والباقي الطول باخده بالمسطره المستقيمه لحد العلامه اللي احنا واخدين فيها الطول كده. يبقى احنا كده رسمنا الخط اللي هو بتاع الطول الخارجي للبنطلون. بعد كده باخد ربع محيط الوسط زائد 3 سم بنس. الموديل المطلوب النهارده ان احنا هنعمل فيه بنستين اماميين وبنستين خلفيين. ربع محيط الوسط 20 ونص الربع. تمام. زائد 3 سم بنس يبقى كام؟ 23 ونص. فباجي هنا كده 23 ونص واروح واخده علامه. تمام. وبعد كده بنزل طول الحجر المطلوب. طول الحجر عندي في المقاسات 30 واخده علامه لحد 30 سم وبرسم بالمسطره الصغيره طول الحجر. بعد كده بعمل زاويه قائمه كده. انا برسم المساحه دي برسم عليها الاثنين الاماميين. المساحه دي هرسم عليها الاثنين الخلفيين. ليه؟ لان الاثنين الخلفيين بيكون فيهم زياده اكتر من الاثنين الاماميين. انا دلوقتي رسمت زاويه قائمه عند الحجر. بعد الحجر ب1 سم بسقط خط مستقيم اهو. الخط ده هو اللي انا هاخد عليه نص دوران الفخذ. انا عندي دوران الفخذ كله 64، النص 32. هناخد على الخط ده، يعني الخط ده خط وهمي لمعرفة نص دوران الفخذ. خد رقم 1 هنا وهننزل كام اهو كده 64 على 2 فيها 32 اهو. هنعمل كده علامة عند ايه؟ 32. المسافة دي نص دوران الفخذ. تمام. باجي هنا ارجع للحجر تاني. الحجر بتاعي 30، النص بتاعه كام؟ 15. اروح حاطه علامه عند نص الحجر وهجيب المسطره دي. المسطره دي حلوه جدا في حركه الابط وكمان في رسم الحجر بتاع البنطلون. هنحطها بالشكل ده بحيث ان الدوران يكون ناحيه الشمال وهرسم الدوران ده كده. انا رسمت الدوران بتاع حجر البنطلون. هاجي من تحت بقى هشوف الموديل بتاعي. انا عايزه الموديل بتاع البنطلون بنطلون ستريت عادي ولا بنطلون وايد ليج. يعني وسع رجل البنطلون المطلوبه كام؟ لو هو بنطلون عادي خالص والرجل من تحت ملمومه هيبقى 18 سم. تمام. لكن لو انا عايزاه وايد ليج رجل واسعه يبقى هنوسع عن 18. يبقى هيبقى 20 25 30 على حسب الوسع المطلوب. احنا هنعمله بنطلون ستريت عادي
يبقى هنقيس 18 سنتي كده ونروح واخدين عليها كده 18 سنتي في حالة البنطلون الستريت العادي خالص. تمام؟ يبقى الخط اللي احنا رسمناه أول خط ده من بره هو الطول الخارجي للبنطلون، والخط اللي هنرسمه دلوقتي ده هو الطول الداخلي للبنطلون. الطول الداخلي ما بيتاخدش بالمزورة، لا هو كده كده لما بتعملي الخطوات بيظهر لوحده. يعني هقيس المسافة من هنا لهنا كده واقسمها على 2. المسافة دي كلها على بعضيها 75. عايز اعرف هي كام، يعني من اول دوران الفخذ اهو، من العلامه بتاعه دوران الفخذ لحد الطول الكلي للبنطلون طلع الطول الداخلي للبنطلون 75. باخد المازوره بتاعتي كده لو انا مش هقسم على الاله الحاسبه ولا حاجه واتنيها كده هيطلع لي بسهوله نص نص الطول الداخلي اللي هو 38. يبقى المسافه من هنا لهنا هي نص الطول الداخلي. اروح واخد علامه كده، يبقى انا عرفت ان ده كله على بعضيه اسمه الطول الداخلي للبنطلون، وان انا لازم انصصه، يعني هشوف الطول ده كله كام وهقسمه على 2. النص الاولاني بيترسم بالريجه، النص التاني بيترسم بالمسطره المستقيمه. هجيب المسطره الريجه بتاعتي اللي هي دي، تمام، وهحطها كده وهرسم الطول الداخلي للبنطلون كده. وقلنا النص التاني ما تستسهليش وترسميه بالرجل على طول، هيطلع البنطلون مجنح من جوه. تمام، لازم النص التاني يتاخد ستريت، يعني يتاخد مستقيم بالمسطره المستقيمه اهو كده. وبعد كده برسم 3 سم احتياطي للبروفه. طيب هرسم 3 سم دول ازاي؟ هقيس كده 3 سم من هنا لحد هنا 3، تمام، وهاجي اقيس من هنا لحد هنا 3، وهقيس من تحت من هنا لحد هنا 3. يبقى هي دي 3 سم اللي انا سايباها احتياطي في حاله لو صاحبه البنطلون قالت لي وسعي، يبقى انا معايا من جوه قماش احتياطي اوسع منه. هتقولي طب ما انت سايبه اصلا زياده هنا 5، مفيش مشكله، يبقى انا عندي زياده احتياطي من بره وعندي زياده احتياطي من جوه، كده افضل بكتير من ان انت ما يبقاش عندك زياده في البنطلون وحد يقول لك وسعي وتلاقي مفيش قماش توسعي منه كده. خلاص كده احنا خلصنا كل البنطلون، مش باقي غير خطوه واحده بس، او خلصنا بمعنى اصح الاثنين الاماميين فقط. هنا هنعمل الاثنين الخلفيين. هناخد هنا كده عمق البنسة، تمام. قلنا عمق البنسة في السيدة الرفيعة بدخل 10 سم، عمق البنسة في السيدة المتوسطة بدخل 11 سم، عمق البنسة في السيدة السمينة بدخل 12 سم. بحط رقم 1 هنا كده وهدخل عمق البنسة هنا السيدة المتوسطة يبقى هدخل 11، تمام، 11 سم عمق البنسة. طيب طول البنسة، طول البنسة نفسه 11، وهاجي المسطرة الصغيرة بتاعتي كده وهنرسم خط مستقيم. الخط اللي في النص ده اسمه عمود البنسة، وبعد كده هعمل 1.5 يمين 1.5 شمال كده، ابقى رسمت البنسة بتاعتي. رسمت كل حاجة في خطوات البنطلون. هنحط دبوس هنا كده على الأطراف عشان وانا بقص بالمقص الأطراف ما تترفعش لفوق. كده اطمن ان انا بقص وفي طبقتين يكونوا على بعض بالظبط. موضوع الدبريز ده مهم جدا في التفصيل عامه. هقص من هنا بسم الله، طبعا دايما متعوده ايدي الشمال بتسند القماش، ايدي اليمين بتقص كده لحد هنا. ما تجريش على القماش وتقصي كتير لان لسه احنا هناخد منه الاثنين الخلفيين، يعني قص بالظبط لحد ما انت راسمه بالطباشير
يعني كل سنتي في باقي القماش هنحتاجه. واحط حاجه تقيله تقل القماش. انا هنا حاطه الطبق المغناطيس بحيث ان القماش ما يتهزش. هقص المسافه دي ستريت لحد هنا واوقف، وابتدي اقص الطول الكلي للبنطلون. تمام. ده الباقي خليه دلوقتي لان هنا هنقص الخلفي، فهنخلي لحد ما نقص الخلفي. تمام. هنا كده عندي الطول الخارجي للبنطلون انا كنت راسمه لحد 5 سم زياده. هشيل الدبابيس دي خليها من جوه، وهشيل جزء من البورصل عشان البورصل بيكون شكله مش قد كده. كده مكان البورصل هنعمل ايه؟ هنعمل اوفر عشان القماش بتاعنا من جوه يبقى شكله نظيف والشغل بتاعنا يبقى مظبوط ويطلع بعد كده زي الجاهز بالظبط. لما نعمل المكوى الاوفر والمكوى والدراير والسوسته كل تركيبات الشغل دي بتدي شكل حلو للشغل بتاعي. كده انا خلصت ايه؟ خلصت الاثنين الاماميين. هكتب على ده حرف الالف معناها ان ده ايه؟ امامي. وهنعمل حرف الالف على ظهر القماش من الناحيه الثانيه ان ده الامامي الثاني. هاجي هنا وهعمل حاجه اسمها فرد. فرد يعني قصه بالمقص. العمق بتاعنا نص سنتي 1 سنتي بالكتير، ما تعمقيش اكتر من كده ان ده مكان البنسه، يعني الناحيه الثانيه هيكون فيها بنسه. تمام كده احنا قصينا الاثنين الاماميين. هنلف القماش بتاعي كده وهنخلي بدل ما الحجر كان على اليمين وسع الرجل من الشمال، هنخلي الحجر هو الشمال وسع الرجل من اليمين. ليه؟ عشان استفيد بالمساحه القصوى للقماش بتاعي. طيب ليه؟ لان انا لو حطيته كده هو كان كده وحطيته كده ممكن الحته دي ما تكفيش، لكن لما اعمل كده دي حاجه اسمها تعشيق عشان استفيد بالمساحه بتاعه القماش كلها، لان الناحيه دي العريضه تبقى مع العريضه والناحيه الرفيعه تبقى مع الرفيعه. تمام؟ كده توفير للقماش بتاعي. عشان كده ممكن تلاقي يعني متر وربع ده ممكن يلبس لحد وزن 90 كيلو. نفرد القماش بتاعي كله. بعد كده باخد الاختلافات بتاعه الخلفي. هل انا هشف كده الاثنين الاماميين بالظبط ولا في حاجه زياده؟ لا، في خطوتين زياده مش خطوه واحده. حط ده خط المستقيم على الخط المستقيم. تمام. وهنشف كله. شوفي كده